السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الداء والدواء، هذا الكتاب العظيم الذي حوى على فوائد جمة ضمنها الإمام رحمه الله في هذا الكتاب. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: ومن عقوباتها، يقصد الذنوب والمعاصي، قال: ومن عقوباتها أنها تقطع أو تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. قال: أو تعوقه أو توقفه وتقطع عليه السير، أي السير إلى الله تبارك وتعالى. قال: فتجعله لا يخطو إلى الله خطوة، تجعل القلب إذا أثقل بالذنوب والمعاصي لا ينشط في الطاعة، بل يكسل عن الطاعة. قال: هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. قال رحمه الله: فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب. قال: والقلب يسير إلى الله تعالى بقوة الإيمان، بما في هذا القلب من تقوى وإيمان، وأنه من اعتقاد أهل السنة أن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقد يتساهل كثير من الناس في هذه المسألة، ولذلك كان السلف كما ذكرت في خطب قد مضت، ذكر السلف أنك لا تنظر إلى صغر الذنب والمعصية، لا تقل أن الذنب صغير، فإن الاستهانة بالذنب أعظم من فعله. تستهين بالذنب وتراه ماذا؟ تراه حقيرا، أو تراه صغيرا، أو ترى أنك لم تعمل شيء، أو أنك تتكل على حسناتك فتقول أقدم على المحرمات ثم ماذا؟ ثم أفعل الحسنات. المغفرة بيد الله عز وجل، وصكوك الغفران بيده سبحانه، لكن مع ذلك لا يستهين الإنسان بالذنب، كما قال السلف رحمهم الله، قالوا: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن ينظر إلى عظم من عصيت. فرب ذنب يحتقره الإنسان لا يبالي له بالا قد يكون سببا في ترديه والعياذ بالله، قد يكون هذا الذنب سببا في ترديه والعياذ بالله، في هلاكه وفي خسرانه. ألم تسمعوا إلى تلك المرأة التي، أو ألم تسمعوا عن تلكم المرأة التي دخلت النار بحبسها لهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت بذلك النار. فالإنسان لا يستهين
بالذنوب والمعاصي، بل يرى ذنوبه ومعاصيه يجعلها نصب عينه، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، بل هو مطالب إذا أذنب بالتوبة والإنابة. لكن قد تجد كثيرا من الناس، وهذا هو الواقع، تراه بين فترة وفترة، وهكذا الإنسان المسلم يضعف، لا شك أنه ماذا يضعف. فترى كثيرا من الناس قد يعجز أو يكسل عن الإتيان بالصالحات، مع أن كثيرا من الأعمال الصالحة متيسرة. أعطيكم مثالا ما ذكره علماؤنا، قالوا مثلا من الأعمال المتيسرة ماذا؟ ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل من الأعمال المتيسرة السهلة، تستطيع أن تذكر الله وتحرك لسانك، وإن كان ذكر الله عز وجل ذكر لسان وذكر قلب، لكن مع ذلك ذكر الله عز وجل متيسر سهل، لكن ينظر ليس كل الناس توفق إليه، فمع سهولته ويسره ليس كل الناس توفق لأن تذكر الله عز وجل. والمسألة مسألة ماذا؟ توفيق، كما قال تبارك وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لكن مع ذلك الإنسان عليه ماذا؟ أن لا يغفل عن المسألة الأولى التي ذكرناها في مقدمة المجلس، وهي أن الذنوب والمعاصي قد لا يجد الإنسان لها أثرا، فالذنوب والمعاصي لها عقوبات في الدنيا قبل الآخرة. ومن عقوباتها أيضا أن المعيشة الضنكة كثير من الناس يشتكي من المعيشة، من نكدها وكدرها، مع أن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا هكذا، دار عناء وشقاء ودار نكد وتعب. لكن قد يغفل بعض الناس أن المعيشة الضنكة التي يعيشها والهم والغم الذي يحس به، تجد كثيرا من الناس الآن يقول: علي هم وعلي غم، ولا يدري أن هذا لعله بسبب هذه الذنوب والمعاصي التي يأتيها بالليل والنهار، ولا يستغفر الله عز وجل ولا يتوب منها، وقد يؤخر التوبة وقد ينساها وغير ذلك. فهذه الأشياء التي يحسها الإنسان سببها الذنوب والمعاصي. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في موضع آخر، قال: وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه شعث وفيه هم وغم لا يزيلها إلا طاعة الله ومحبة الله، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي جنة ماذا؟ ما هي الجنة التي يدخلون؟ أجيبوا يا إخوان، أنتم معي. يقصد جنة ماذا؟ الطاعة والإيمان. إذا لم تكن مؤمنا فاتتك جنة الآخرة. قال: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان يقول رحمه الله على أعدائه، كان يقول: لا يستطيعون علي لأن جنتي في صدري. قال: نفي سياحة وسجني خلوة وقتلي شهادة. والله تبارك وتعالى لما ذكر ما يكون من أهوال يوم القيامة ذكر أنه لا يفيد الإنسان في ذلك المقام العظيم والموقف إلا من أتاه بقلب سليم، وأن أمور الدنيا لا تنفعه بشيء من الأحوال، لا تنفعه بأي شيء، سواء كان ذا مال كثير وولد كثير أيضا. فالذي تقدمه اليوم من عمل صالح هو الذي تجده غدا، والآثار قد تجدها في الدنيا قبل الآخرة. آثار عملك الصالح قد تجده في الدنيا قبل الآخرة، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا
وكانوا يتقون لهم البشرى متى؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومن بشرى المسلم أنه إذا مات أثنى الناس عليه خيرا وترحموا عليه وقالوا لا نعلم فلانا إلا بالخير، فيثني عليك الناس بالخير، فيكون هذا الثناء من أسباب رحمة الله لك ومن أسباب المغفرة. وبعض الناس إذا مات استراح منه العباد والبلاد، ولا يذكر إلا بالشر، ولا يذكره الناس إلا بالذم عياذا بالله تعالى. الذي يقدمه الإنسان اليوم من العمل الصالح هو الذي يبقى له، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا تقرر هذا عباد الله بعدما كل ما ذكرناه مما قاله العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يتلخص أن الإنسان يحتاج مراجعة لنفسه دائما، يراجع الإنسان نفسه دائما. فكم من ذنوب يأتيها الإنسان بالليل والنهار يستهين بها ولا يراها شيئا، تكون سببا في دخوله النار. قد تكون سببا، نعم أقول قد تكون سببا في دخوله النار، أو أن حسنة استهان بها الإنسان فقال أن هذه الحسنة لا تساوي شيئا وهي أثقل عند الله من جبل أحد في الميزان. أو تعرفون الميزان؟ الميزان عند أهل السنة هو ميزان حقيقي ليس معنوي، إنما هو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة وتنصب عليه حسنات الإنسان وسيئاته. فإن رجحت كفة الحسنات، رجحت كفة الحسنات يعني كانت الحسنات أكثر من السيئات، دخلت الجنة برحمة الله. وذلك العمل الصالح كان بتوفيق من الله، كان بتوفيق من الله ورحمة منه. فإن رجحت سيئاتك على حسناتك خير، قد تأتي بحسنات عظيمة، قد تأتي حتى بالحج، قد تأتي بالحج، قد تأتي بالجهاد، قد تكون مجاهدا في سبيل الله، قد تكون نلت الشهادة، لكن سيئاتك أكثر من حسناتك. فلذلك لا يختار الإنسان، لا يقول أنا لدي حسنات، لا يستهين بالحسنات ولا يحتقر السيئات. فإن رجحت السيئات على الحسنات دخلت النار ولو تنقصك حسنة واحدة. لذلك الموقف العظيم، رأيتم عباد الله كيف نستهين نحن بالحسنات؟ لدينا شبعة من الحسنات، لدينا شبعة من الحسنات، يفرط كثيرا منا في الحسنات، يراها شيئا صغيرا، يحتقر هذه الحسنة التي هذه الحسنة لعلها تكون سببا في دخوله ماذا؟ الجنة. فإن استوت حسناتك وسيئاتك، استوت الحسنات واستوت ماذا؟ السيئات، كنت من أصحاب الأعراف، أو ما قرأتم عن أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، ينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إلى أهل النار. إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا رأوا إلى أهل الجنة طمعوا أن يدخلوا الجنة، طمعوا أن يدخلوا الجنة، لكن نهايتهم في الأخير أنهم يدخلون ماذا؟ الجنة، لكن يؤخرون عن دخولها. فلذلك الخلاصة الذي يتقرر أن الإنسان يراجع أعماله، يراجع أعماله في اليوم. من الذي يحاسب نفسه الآن في كل ليلة يقول أنا ماذا فعلت اليوم؟ ماذا فعلت اليوم؟ يحاسب نفسه كما كان السلف رحمهم الله يحاسبون أنفسهم.
بل أقول العشرة المبشرين بالجنة، هذا رجل مبشر بالجنة يخاف، يخشى أن لا يدخل الجنة، يخشى أن يعاقبه الله. فماذا يقول أمثالنا من العصاة المذنبين الذين قد أسرفنا الذنوب والمعاصي؟ كم من سيئات نأتيها بالليل والنهار لا نستغفر الله منها، لا نتوب الله، نعاهد الله على التوبة ثم ننقض العهود. فالمسألة تحتاج مراجعة. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكيس من دان نفسه، أي من حاسب نفسه. الكيس هو الفطن، هذا هو الكيس، ليس الكيس الذي يجمع الأموال ويعدها. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كم من إنسان كان يؤمل أن يصنع شيئا في المستقبل، في الغد، فأخذه الموت على حين غرة وعلى بغتة وغفلة، لم يكن يفكر ذلك التفكير أن الموت سيقول على حين غرة، والأعمار بيد الله عز وجل، كل شيء مكتوب محسوب عند الله. فلذلك إذا لم يتب الإنسان اليوم، أقول في نهاية هذا المجلس، إذا لم يتب الإنسان اليوم فمتى سيتوب الله عليكم؟ إذا لم يتوب من ذنوبه متى يتوب إلى الله عز وجل؟ فلذلك يحاسب الإنسان نفسه دائما على غفلته وتفريطه في حق الله عز وجل وعلى هذه الذنوب والمعاصي. قد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذا كان سيد الورى وأشرف من وطئ الثرى صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا يقول أمثالي وأمثالك يا عبد الله ممن قد كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه ولا يفكر في هذا، لا يفكر في هذا؟ فهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان. وهذا يرجعنا إلى ما قلناه في مقدمة المجلس، ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهذا من عقوبات الذنوب. قال: ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. تجد هذا الإنسان غير مجتهد في الطاعة، بينما تجده مجتهدا في أمور أخرى، في أمور الدنيا مجتهد لا يسبقه أحد، في أغراض الدنيا هو الأول، في الأسواق وفي الملاعب وغير ذلك، بينما تجده معرض عن ما خلق له من تحقيق التوحيد والإيمان والعمل الصالح في هذه الدنيا. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.